تخيل إنك بتضخ المض جوه البئر، لكن المض مش بيرجع للسطح. إيه اللي بيحصل؟ ده ممكن يكون بسبب حاجة اسمها lost circulation. ببساطة lost circulation بتحصل لما المض اللي بنضخه في البئر يدخل إلى الفورميشن بدل ما يرجع للسطح من خلال الأنيولس. وده ممكن يحصل بسبب وجود natural fractures في الفورميشن أو loss zones، أو لأن ضغط المض أصبح أعلى من قدرة الفورميشن على الاحتفاظ بالفلويد. طيب إزاي نعرف إن عندنا لوسز؟ من أهم العلامات إن كمية المض اللي بنضخها أكبر من كمية الريتيرنز اللي بترجع للسطح، ولو مفيش ريتيرنز خالص دي حالة أخطر اسمها total losses. وساعتها لازم نحدد مكان اللوس زون ونختار الطريقة المناسبة للسيطرة على فقدان المض، لأن استمرار اللوسز ممكن يسبب مشاكل في الويل كنترول ويأثر على مستوى الفلويد داخل البئر. يعني ببساطة loss circulation يساوي المض بيروح للفورميشن بدل ما يرجع للسطح، ودي واحدة من أهم المشاكل اللي ممكن نقابلها أثناء الحفر. ودي كانت معلومة جديدة من عالم البترول والحفر.